أخيرا خرجت عن صمتها حماة عروسة المنوفية كريمة اللي رحلت وسابت أثر في نفوس كل الناس من غير ما نعرفها. حسينا إنها واحدة من أهلنا، كلنا زعلنا عليها قوي وعن اللي اتعرضت ليه. لكن حماتها دلوقتي بعد فترة من السكوت وفضلت تقول ابني ما عملش حاجة، هي اللي وقعت وهي بتمسح السلالم، وإن ابني كان بيعاملها معاملة حسنة، وكان بيجيب لها شيبسي وكان بيجيب لها اندومي وكانت واكلة فراخ، وتحس انها كانت مركزة قوي مع التفاصيل العادية اللي اي حد شايف ان طفل صغير مش هتكفيه الفلوس اللي هي قالت عليها. لما قالت بتاخد 200 جنيه في الأسبوع، تعمل بيهم ايه؟ تجيب خضار وفاكهة ولوازم التلاجة ولو نفسها في حاجة كمان. طب ازاي؟ الله أعلم. واضح إن كريمة ربنا رحمها، وبعد شهادة ناس كتير جدا من الجيران واللي كانوا بيأكدوا على كلام الحما، لكن كان في ناس تانية بتقول إحنا كريمة كانت زي النسمة في الشارع. من وقت ما جت بقالها 4 شهور بس بقت حامل في 3 شهور، وبعد كده كانت عايشة حياتها بنسمع صوتها وهي بتعيط، بس ما نقدرش نتدخل لأن البيوت أسرار. ومنهم واحدة قالت ايه يعني كل الرجالة بتعمل كده في ستاتها؟ ايه المشكلة لما تعيط او يزعلها؟ ده العادي يعني. وعايزة اقول لكم بقى بعد ما اتقبض على الزوج واعترف بكل شيء، وان هو فعلا مش مصدق اللي هو عمله، وان هو بيقول ان انا ما كنتش في وعي، هي بس دخلت لقيتها بتتكلم في التليفون وانا كنت مانع عنها التليفون، لدرجة انها لو عايزة تكلم اهلها تكلمهم على تليفون حماتها، ما ينفعش تقعد مع مامتها او تكلمها او تحكي لها اي حاجة شخصية، بالعكس تماما. فلما دخلت ولقيتها بالوضع ده اتعصبت، وهي كانت بتعصبني اكتر واكتر برد فعلها، ومعرفش ايه اللي حصل. والحما فضلت تقول خرجوا ابني ودخلوني مكانه، ابني كان زي النسمة، انا معرفش ايه اللي حصل له، حرام ان انا افقد ولدين في كام سنة، لسه ابني اللي اكبر منه متوفي ما كملش سنة، ودلوقتي ابني التاني اتاخد مني، هو في ايه؟ انتوا ليه بتوصلوني لكده؟ طب خرجوه وسيبوني انا ادخل مكانه وانا راضية، وهو يطلع يعيش حياته، ده لسه متجوز ولا فرح ولا تهنى، انتوا ليه بتكسروا فرحة ابني اللي لسه ما شافهاش؟ طب والبنت اللي رحلت عن عالمنا طبعا ربنا يرحمها، كريمة، هي برضو كانت لحقت تفرح؟ علشان 4 شهور تغضب فيهم 3 مرات وتروح عند أهلها ويقولوا لها يا بنتي ايه اللي حصل، تقول لهم هعيش عشان انا عايزة اعيش، مش عايزة الناس تجيب سيرتي. لأ، الناس كانت جابت سيرتك وقالت ايوه راحت وما كملتش، ولا انك يعني تعمل فيكي كل ده. بصراحة موقفها كان صعب قوي، لكن الحما خرجت عن صمتها وقالت خلاص أنا ابني لو فعلا عمل فيها كده يستاهل ياخد جزاؤه، أنا مش هأظلم أكتر من كده، أنا تعبانة وخلاص، وبما إنه كده كده ده اللي حصل يبقى ليه نجيب محاميين ونصرف؟ ما هو المصاريف ما يبقاش ليها لازمة بقى بما إن الموضوع أكيد. انتوا متخيلين؟ أنا مش عايزة منكم غير تدعوا لكريمة إن ربنا يرحمها ويغفر ليها